راهو جاي رمضان وعلى بالي بلي كامل راكم تحوسوا على وصفات تاع مملحات يكونوا سهلين بنان ويوجدوا تمتم. وانا اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفه اللي تجي هايله شكلا ومذاقا. تبعوا معايا لا فيديو. ندير كاس تاع الحليب يكون دافي، نزيد عليه مغرفه تاع الخميره تاع الخبز مع مغرفه تاع السكر، نحركهم ونخليهم يتفاعلوا حوالي 10 دقائق، ونزيد عليهم 4 كاس تاع الزيت مع مغرفه كبيره تاع الحليب اون بودر، نحركهم ونبدا نزيد في الفارينه تاعي مع مغرفه صغيره تاع الملح. نلم العجينه تاعي ندلكها حوالي 5 دقائق ونغطيها نخليها تخمر نص ساعه، ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. في مقله درت حبه بصل تتقلى، بعد ما تقلات لي مليح زدت عليها صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته، التوابل درت ملح فلفل كحل ثوم بودر وتوابل الدجاج. بعد ما يطيب الدجاج ويتقلى لي مليح نزيد عليه زيتون خضر وكميه تاع الفرماج بلون، ونعاود نرجعو فوق النار حتى يذوب لي الفرماج تاعي مليح. وهكا الحشو تاعنا يكون واجد، نخليه دو كوتي يبرد ونعاود نولي العجينه تاعي بعد ما تكون خمرت. شوفوا هنا كيفاش تنفخت ما شاء الله. نجي نديكازيها ونقسمها لكوريات بهذا الشكل. انا هنايا دارت لي 10. نجي نفتحهم بهذا الشكل بالطول وندير فيهم شرائط هكا، ندير الحشو زدت عليه شويه فرماج غابي ونجي نغلق ونرولي حتى نتحصل على هذا الشكل. نستفهم كامل في السنيوه تاعي، ندهنهم بصفار البيض مع شويه حليب، نزينهم بشويه سانوج وجلجلان وندخلهم يطيبوا على 180 درجه حوالي 20 دقيقه حتى لنص ساعه. وشوفوا لي داك الزين هنايا بعد ما تحمروا وطابوا خرجوا ما شاء الله. هنايا كنت ذوبت شويه زبده مع معدنوس والثوم، ونجي بعد ما خرجوا ندهنهم كامل من الفوق. هذه المرحله اختياريه بصح صدقوني راح تزيد لكم بزاف في البنه. وهكا المملحات تاعنا يكونوا واجدين. خبيو الوصفه على بالي بلي تلقاوها لرمضان وجربوها.